السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هل اشتقتم للبطولة الأكثر إثارة في العالم؟ أيام قليلة وتعود الكرة للحياة من جديد، ويعود لنا الدوري الإنجليزي بكل ما فيه من إثارة وتشويق وسط تساؤلات حول بطل القادم. هل اشتقتم للبطولة؟ ربما لا. أن هذا الصيف لم يكن عاديا بسبب جنون الميركاتو في إنجلترا وصفقات الدوري السعودي التي جذبت الأنظار وأجبرت الجميع على متابعة أخبار دوري روشن، ولكن هذا لا يمنع أن متعة البريمير ليج لها مذاق خاص ومرحب بها في أي وقت عندما تبدأ. مانشستر سيتي تخلى عن رياض محرز وجلب يوشكو جفارديول وماتيو كوفازيتش، ويبدو على هبة استعداد للموسم الجديد، أما أشبه باللوبي الذي يهدف للضغط للإطاحة بخصم ما. فريق المدرب بيب غوارديولا وضع جميع الخصوم في موقف صعب ومحرج بالحصول على لقب البطولة 3 مرات متتالية تحت قيادة بيب غوارديولا، فهل من منافس؟ أرسنال لقد حان وقت الحصاد. بعدما وثقت جماهير أرسنال في العملية التي بدأ ميكال أرتيتا سنة 2019، حان الآن وقت الحصاد في موسم 2023-2024. الحصول على الكأس الدرع الخيرية لا يعني أي شيء سوى مجرد إحماء لما هو قادم. مانشستر سيتي لم يسقط بعد، والأمر يحتاج لكثير من أجل إسقاطه. صفقات من نوعية ديكلان رايس، يوراين تيمبر، كاي هافرز، وكذلك المتوقع انضمامه أيضا دافيد رايا، جعل من أرسنال منافسا حقيقيا على لقب الدوري الإنجليزي، بل هو الخصم الأصعب للسيتي. بعيدا عن نقص الخبرة لدى بعض اللاعبين، مشروع أرسنال في مرحلة متقدمة للغاية بعد سنوات من الإحلال والتجديد واحتلال المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي لفترة طويلة، لذا هو في المرتبة الأولى ضمن منافسي سيتي. ربما يحتاج المدفعية لصفقات أخرى هجومية لاكتمال الكتيبة التي تحلم بالإطاحة بمانشستر سيتي من على عرش البريمير ليج، وحتى لو لم يتم هذا الصفقة يبقى أرسنال هو المرشح الأقرب. مانشستر يونايتد احذروا من تين هاغ. شجاعة المدرب الهولندي إريك تين هاغ لا يمكن الاستهانة بها أبدا، بداية من تهميشه لكريستيانو رونالدو قبل الإطاحة به، وصولا بعديد من القرارات الأخرى التي جعلتنا نقف الآن ونحن نعتبر يونايتد أحد كبار المرشحين للفوز باللقب. يونايتد حاول الزحف الموسم الماضي لمزاحمة أرسنال والسيتي على البريمير ليج، لكن إمكانيات الفريق ومعاناته في بعض المراكز وعدم نجاح بعض الصفقات جميعها أسباب حرمت الشياطين الحمر من مفاجأة مدوية. تين هاغ كان أسرع من أرتيتا في النمو بفريقه ودفعه نحو الأمام، وبصفقات من نوعية مايسون مونت، أندري أونانا، وراسموس هويلاند. بالتأكيد نحن أمام منافس حقيقي وشرس يحتاج الشياطين الحمر لبعض الإضافات الدفاعية وسترقب لموقف جان كلير توديبو بالإضافة للاعب وسط مدافع. وقتها سنقول أن تين هاغ يمتلك ما يكفي لإعادة أمجاد السير أليس فيرغسون.